النهاردة هعلمكم ازاي تعملوا فريم التخرج بطريقة بسيطة ويطلع معاكم شكله تحفة زي ده كده. اول حاجة طبعت الكلمة دي، هتلاقوا كده في اطار ابيض في كل الاطراف بتاعة الورقة. هقص الاطار ده الاول وبعدين هبدأ اجمع الكلمة كده مع بعض. طبعا رابط تحميل الكلمة دي موجود في صندوق الوصف علشان لو حابين تحملوها. بجمع الورق مع بعض كده عن طريق اللزق الشفاف، ولو حابين تعرفوا انا كتبت الكلمة دي بالحجم الكبير ده ازاي، هحط لكم رابط الفيديو اللي متكلمة فيه عن الموقع اللي انا بستخدمه. وبعد ما جمعت الكلمة كلها كده هقصها. بعدين جبت فوم ذهبي وقلبت الكلمة بتاعتي الأول وبعد كده حطيتها على الفوم، وعلشان أسهل على نفسي لزقتها باللزق الشفاف ده بدل ما احددها كلها على الفوم، لكن ممكن تحددوها عادي بس هي مليانة تفاصيل فأنا استخدمت اللزق ده علشان يبقى أسهل. وهقصها هي واللزق كده مرة واحدة وبعدين أبقى أشيل الورقة من الظهر بتاع الفوم. بعدين طبعت الورقة دي اللي هي زي شهادة التخرج كده، بعدين بأي قلم كده وحاولت أحدد الفيونكة، يعني ما تبقاش الفيونكة سايحة مع الورقة كده علشان عايزة أفصلهم عن بعض، فحاولت أمشي مع الرسمة بتاعت الفيونكة كده لحد ما قدرت أقسمها بعيد عن الورقة. وبعدين هقص الشكل ده وهفصل الفيونكة وهخليها لوحدها وهخلي الجزئين بتوع الورقة لوحدهم. قصيت الجزئين بتوع ورقة التخرج أو شهادة التخرج على فوم لونه أبيض، وقصيت الفيونكة على فوم لونه ذهبي. بعدين جبت قلم فلوماستر وجيت من عند الطرف كده وسبت حتة صغيرة ورسمت زي قوس كده. بعدين جيت من عند الجزء ده كده وبدأت أرسم دواير جوه بعض، يعني نفس خط القلم ده مش بشيل ايدي خالص وبفضل أعمل دواير جوه بعض علشان يديني شكل الورقة الملفوفة. وآخر حاجة بقى هعملها علشان أبقى خلصت الشكل ده، هجيب فوم اسود وهرص عليه كده الشكل بتاعنا وهلزقهم في بعض بالشمع. بعدين هبدأ أقص الفوم الزيادة اللي حوالين الشكل بتاعنا، بس هسيب جزء صغير جدا يبقى مبروز الشكل كده كله. الحركة دي بتبقى شكلها حلو جدا وسهل على فكرة، بس حاولوا يعني تخلوا المساحة اللي هتسيبوها متساوية على قد ما تقدروا يعني بالنظر كده. بصوا طلع شكلها حلو ازاي، ما تحسوش ان هي معمولة على الايد ولا حاجة. في الخطوة اللي بعد كده طبعت الكاب ده وبعدين فرغته. طبعا هتلاقوا اي صورة مستخدماها في الفيديو ده في صندوق الوصف علشان تعرفوا تنفذوا نفس الفريم او حتى لو حابين تغيروا فيه. المهم هفصل الشراشيب اللي نازلة من الكاب دي عن الكاب نفسه علشان اقدر اعملها بلون مختلف، وقصيت قطعتين من شكل الكاب ده على الفوم الاسود. وبالنسبة للشراشيب دي هعملها على فوم ذهبي بس هحطها مرة وهي مقلوبة وهحدد كده حواليها، يعني هحدد الرسمة كلها وبعدين هعدلها وبرضو هحدد الرسمة كلها وبعدين هقصهم كده. انا عملت قطعتين كل واحدة فيهم عكس التانية علشان واحدة منهم ألزقها في الكاب من الشمال والتانية ألزقها في الكاب من اليمين. نشيل واحد ونخلي واحد ووريكم هكمله ازاي. جبت فوم أبيض وحطيت عليه الكاب والشراشيب وحطيتهم في الأماكن المظبوطة ولزقتهم في الفوم الأبيض، وبعدين عملت فيه نفس الخطوة اللي عملتها في الورقة اللي كانت قبل كده. سبت إطار صغير جدا من الفوم الأبيض يبروز لي الكاب بالكامل، وعملت نفس الكلام طبعا مع الكاب التاني. واخر حاجة هتحتاجوا تطبعوها هي الورقة دي. هكرر رقم 2 3 مرات علشان اعمل 2022، وهتحتاجوا من النجوم الصغيرة 4 باللون السيلفر ومن النجوم الكبيرة 3 باللون الذهبي، والصغيرين الذهبي دول ما استخدمتهمش خالص. وعايزة اقول لكم كمان اني هسيب لكم ورقة كمان مكتوب فيها 3 و4 علشان لو عاوزين تعملوا الفريم ده في سنين تاني قدام. بعدين كنت جايبة فرخ كرتون مضغوط وقصيت منه حتة مقاسها 60 في 80 وحددت 10 سنتي من كل الجهات ووصلتهم ببعض، وفرغت المربع اللي طلع معايا في النص. طبعا بفرغ الكرتون ده بالمسطرة والقطر، وخلوا بالكوا علشان الكرتون بيكون قوي قوي. على فكرة الكرتون ده هو كرتون النصبيان، والنصبيان ده كرتون متوفر في اي مكتبة كبيرة. حطيت بقى دبل فيس على كل اطراف الفريم من الداخل ومن الخارج، وممكن كمان تستخدموا الغرة او الشمع يعني اللي متوفر عندكم. بعدين غلفته بورق الكانسون الاسود ده برضو موجود في اي مكتبة. بعدين هقلب الفريم كده وهقص كل الزيادة بتاعة الورق الاسود برضو باستخدام القطر، يعني علشان يطلع معاكم الفينش نضيف.
على فكرة ممكن تستخدموا في الخطوة دي فوم بدل الورق، لكن الفريم بتاعي مقاسه اكبر اصلا من فرخ الفوم، فلو حابين تستخدموا الفوم صغروا شوية مقاس الفريم. ودلوقتي هتيجي احلى مرحلة وهي تكوين الفريم. هحط الكابين كده، واحد في الشمال من فوق وواحد في اليمين، بعدين حطيت الكلمة بتاعتي ما بينهم كده. بصوا المقاس طالع مظبوط بالملي، كل حتة في الفريم كنت عاملة حسابها. بعدين حطيت الشهادة تحت كده وحطيت جنبها 2022، ورصيت النجوم بتاعتي في الجناب بتاعة الفريم. بعدين لزقت الكلام ده بالشمع وطلع معايا القمر ده تحفة وجميل وعجبني جدا. هو طبعا طلع عيني، بس يعني ان شاء الله هيكون اسهل بالنسبة لكم، علشان كل حاجة جاهزة ومجمعها لكم في رابط واحد. تقدروا تحملوا كل الصور اللي انا استخدمتها النهاردة وتستخدموا نفس مقاس الفريم وتطلعوا فريم زي ده بالظبط، او كمان تبدعوا وتحطوا التاتشات بتاعتكم وتطلعوا كده حاجة على ذوقكم، واكيد هتبقى احلى من كده.